الحوايج اللي هما اللي قاسوني في غزه بزاف هو ان كنا كنشوفوا المرضى في المستشفى، وانا والسي ابو عبد الله كنا في المصالح ديال الجراحه، يعني كنا نشوفوا ناس اللي هما مقطوعه ليهم رجليهم، اللي كيجيو في واحد الحاله اللي هي خايبه بزاف. ملي كنا كنواسيوهم كانوا كيقولوا لنا واحد الحاجه اللي احنا براسنا ما كنفهموهاش، فهمتيني؟ ما كنفهموهاش لان احنا ما عايشينش الحياه ديالهم، ما عايشينش القناعات ديالهم. كيقولوا لنا احنا خايفين لا يكون ربي ما تقبلناش عنده وخلانا بحال هكا، يعني اننا حنا درنا شي حاجه في حياتنا اللي خلاتنا اننا ما نموتوش، نبقاو هكا غير محيده لينا رجلينا ولا شي حاجه، لانه هما عندهم انك تموت في سبيل الله، عندهم شهاده، عندهم واحد الحاجه اللي واحد المرتبه اللي ما كيوصلهاش اي واحد. اصلا انا باقي كنعقل قبل ما نمشي لتماك سولت واحد السيد قلت له انا راه غنمشي لغزه وخايف لا نموت. قال لي ما تخافش راه ما غتموتش. قال لي ما درتي والو باش تموت تماك. قال لي غتمشي وغترجع، لان باش تموت شهيد راه ما معطياش لكلشي.